يا ترى ليه لما بنحب نوصف حد بالذكاء الخارق بنقول عليه أينشتاين؟ وهل هو فعلا أذكى واحد مشي على الأرض؟ في الحقيقة أينشتاين بقى هو الماركة المسجلة للعبقرية، وعشان نفهم السر اللي خلاه العبقري رقم واحد لازم نفتح الستارة وندخل جوه دماغه ونعرف الحكاية من أولها خالص. طب ممكن نعرف إيه اللي حصل لمخ أينشتاين بعد ما مات سنة 1955؟ بص يا سيدي، اللي حصل هي أغرب وقعة سرقة في التاريخ. أينشتاين كان موصي إن جثته تتحرق بالكامل، لكن الدكتور توماس هارفي سرق مخه في السر، وده لأنه كان مهووس بفكرة إنه هيلاقي مفتاح العبقرية مستخبي جوه الفصوص دي، وفضل محتفظ بيه في فورمالين وبيدرسه سنين طويلة. طب هل مخ أينشتاين طلع فعلا ضخم ومختلف عننا؟ بص بقى المفاجأة اللي كانت صدمة، مخه طلع وزنه 1230 جرام، يعني أصغر وأخف من مخ الإنسان العادي. لكن لما ركزوا لقوا إن في أجزاء أسمك من الطبيعي، والأهم إن التواصل بين فصين المخ اليمين والشمال كان قوي جدا، وده اللي بيخلق الإبداع. بس في الآخر تشريح المخ لوحده ما كانش كفاية يفسر الأسطورة دي. طيب لو هو أذكى واحد يبقى أكيد ترتيبه الأول في اختبارات الذكاء IQ؟ لا خالص، ودي الصدمة التانية. أينشتاين جايب 160، وفي القايمة ناس كتير سابقاه بمراحل زي ويليام جيمس 250 وتيرنس تاو 230 وحتى نيوتن 190. أينشتاين حرفياً مش في قائمة أذكى 1000 شخص بناء على الأرقام دي. طيب يعني الأرقام دي بتكذب؟ وإيه اللي بيظلمه اختبار الIQ؟ الاي كيو بيركز على الذاكرة والسرعة والحساب، لكن أينشتاين قوته كانت في الذكاء التصوري، التخيل وربط الصور ببعضها. وزي ما بيقول المثل، لو حكمت على سمكة بمهارتها في تسلق شجرة هتعيش طول عمرها فاكرة نفسها غبية. طب هو أينشتاين كان بيعمل كل حاجة لوحده؟ يعني محدش كان بيساعده؟ الحقيقة إنه باعترافه ما كانش بريمو في الحساب، وكان بيستعين بزوجته ميلفا وصديقه باسو عشان يساعدوه في حل المعادلات المعقدة. قوته الحقيقية ما كانتش في الورقة والقلم، كانت في الخيال الجريء، إنه بيشوف الكون في دماغه بطريقة صورية محدش غيره عرف يتخيلها. طب إيه بقى الحكاية اللي حصلت سنة 1915 وغيرت تاريخ الفيزياء؟ أينشتاين نشر النسبية العامة وهد بيها أفكار نيوتن اللي كانت مسيطرة لمئات السنين. قال إن الجاذبية مش مجرد مغناطيس بيشد، لأ، دي عبارة عن انحناء في نسيج الكون نفسه اللي بنسميه الزمكن بسبب كتل الأجسام الكبيرة. وطبعا في الوقت ده نص علماء العالم كدبوه. طب وإمتى بقى العالم كله رفع له القبعة؟ سنة 1919 العلماء دايسون وإيدينغتون استغلوا كسوف الشمس عشان يشوفوا كلامه صح ولا لأ، وفعلا لقوا إن ضوء النجوم بينحني وهو معدي جنب الشمس بالملي زي ما أينشتاين قال، واللحظة دي حولته لسوبر ستار عالمي. وهل كان في حاجات تانية محدش فهمها وقتها؟ كتير. اتكلم عن الموجات الصقالية كموجات في نسيج الكون، وعن الثقوب السوداء اللي بتبلع حتى الضوء. بس المشكلة إنه وقتها ما كانش فيه تكنولوجيا ولا تلسكوبات تقدر تثبت الكلام المكلكع ده. وإمتى التكنولوجيا قدرت تلحق بعقل أينشتاين؟ بعد 100 سنة كاملة، في 2016 مرصد لايجو في أمريكا قدر يرصد الموجات الصقالية لأول مرة، والعلماء اللي عملوا كده أخدوا جايزة نوبل على طول، لأنهم أثبتوا إن أينشتاين كان صح من قرن فات. ياه، يعني الثقب الأسود ما كانش مجرد خيال بيتصوره أينشتاين؟ لا، ما كانش خيال، لأن في 2019 العالم كله وقف مذهول قدام أول صورة حقيقية لثقب أسود. الإبهار مش في الصورة بس، الإبهار إن شكل الثقب طلع كربون من اللي أينشتاين رسمه في معادلاته قبل ما يموت بسنين طويلة. طيب أنا دلوقتي عايز أفهم، إحنا مال لو مال الكلام الأكاديمي ده؟ ممكن تقولي بيفيدنا في إيه؟ بيفيدك جدا. الGPS اللي في موبايلك وعربيتك معتمد أساساً على معادلات النسبية. لولا تعديلات أينشتاين للزمن والجاذبية كان الGPS هيغلط في العناوين ويخرف تماماً، وطبعاً حاجات تانية كتير. طب قول لي بقى، أنا عايز أفهم ليه الناس بتحب أينشتاين كشخص مش بس كعالم؟ لأنه كسر صورة العالم الكئيب اللي حابس نفسه في معمل. كان عبقري وفرفوش وشعره المنكوش ولبسه البسيط، خفة دمه واقتباساته العميقة خلته قريب من قلوب الناس وبقى أيقونة للأبد. طيب تحب تقول للمستمع
إيه اللي ممكن نطلع بإيه من رحلة الراجل ده؟ أولاً، الخيال أهم من المعرفة. ثانياً، الذكاء أنواع، فلو مش شاطر في الحساب دور على نقطة قوتك الحقيقية. ثالثاً، الجرأة، ما تخافش تفكر بره الصندوق وتتحدى أي مسلمات حتى لو بقالها 250 سنة. طب هي رحلة نور ساينس AI خلصت لحد هنا؟ لسه، الكون مليان أسرار، ولو الأسئلة بتطير النوم من عينك مكانك معانا في صفحة نور ساينس AI. ما تنسوش اللايك والشير عشان نكتشف سوا كل يوم حاجة جديدة ومبهرة. مع السلامة.